لو انت واحد من الناس اللي ايام الكليه كان بيستخدمها غير ان هو يذاكر ان هو يطور في شخصيته، فكان بيخش في نشاطات الكليه ياخد شويه كورسات سوفت سكيلز، حاجه في القياده، التفكير الاستراتيجي، تطوير الشخصيه، بناء الشخصيه، بيقرا في كتب ازاي يقدر يبقى يوصل للكارير بتاعه بشكل احسن، في يوم من الايام يوصل للسي او الحاجات دي. وكان بيخش في ستودنتس اكتيفيتيز ليها علاقه بالسوفت سكيلز وحاجات الصيدله وحاجات اللي موجوده في الفيلد بتاعك. لو انت واحد من الناس دي وكنت جاهز كويس جدا جدا عشان اول ما تتخرج تشتغل في شركه مالتي ناشونال وتكسر الدنيا، واتخرجت من الكليه النهارده بتقدم السي في بتاعك في كل حته، لقيت ان هو مش كل حد بيعبرك، ان الموضوع مش سهل، ان الموضوع مش مقفول عليه كتير قوي، في جوبس مش بسهوله انك تلاقيها، ان انت مش فاهم الهايرنج مانجر بيفكر ازاي، او لقيت ان بعض الهايرنج مانجرز دماغهم مش ماتشنج زي ما انت كنت بتعمل في الكليه. بعضهم كانوا واخدها عادي، متخرج عادي واشتغل ربنا كرمه وطور في نفسه وبقى جامد جدا، مفيش مشكله، بس مختلف عنك، فهتعمل ايه؟ شرفني النهارده اقول لك على 7 حاجات ان شاء الله ممكن تفرق معاك تطبقها اول ما تتخرج من الكليه عشان تاخد وظيفه الميديكال راب في شركه مالتي ناشونال، وازاي تاخد اول خطوه تفيدك انك تعمل كارير ديفلوبمنت كويسه ان شاء الله معاك. الكلام ده مش انا بس طبقته، ناس اصحابي كتير قوي ايام الكليه كنا مع بعض في نفس الجيرني دي، وبعد ما اتخرجنا قعدنا نقدم في شركات وكنا بنجرب الخبره دي وعملوا زيي واحسن مني. فيهمني قوي النهارده اثر عليك الطريق وندي لك خبره اللي حصل في دوت. لو انت واحد من الناس لسه متخرج من الكليه ومتلخبط، او انت شغال في شركات لوكال ومش عارف تعمل ايه، او ان انت جوه الكليه وخلاص في سنه رابعه وعايز تاخد الخطوات اللي بعدها عشان تستعد للكارير ستابس بتاعتك، مفيش اي حاجه من اللي انا قلتها دي فيها اي مشكله. اللي شغال في لوكال اتس فيري جود اكسبيرينس، انا اشتغلت في وقت من الاوقات في اللوكال كومباني، هكلمكم عن الاكسبيرينس دي كلها النهارده في الفيديو بتاعنا وهناخدها ستيب باي ستيب في ماركتنج بالشعبي. الدرس الاول، ما تاخدش قلم في نفسك، ده اول حاجه. انا واحد من اعز اصدقائي حذرني بالكلام ده لما انا كنت في سنه رابعه وبقول له انا باخد كورسات كذا وبشتغل كذا وبعمل كذا، وانا كنت متواضع جدا والحمد لله ما كنتش بتلطط على اي حد، بس كنت بقى فاكر ان ايه يعني باخد خطوات خطيره في الشغل في شركات بيزد على فيدباك احنا واخدينه من ناس في شركات ادويه اكبر مننا. فما تتغرش في نفسك، ما تفتكرش ان انت عشان اخدت الكورسز دي او ان انت دخلت في الاكتيفيتيز دي ان انت اول ما تتخرج هتاخد الجوب. ليه؟ رقم واحد، هو الشغل ده انت بتسعى، الرزق او اللي هيحصل ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، بغض النظر انت انسان مؤمن جدا او مش مؤمن، هو في الاول والاخر ده نصيب انت هتاخده او رزق ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك، وانت مجرد بتسعى عشان توصل له. طب في السعي دوت انت مموت نفسك وتعبان وعمال تاخد في كورسز وكل حاجه ومموت نفسك وفاكر انك هتخش هتكسر الدنيا. ما تفتكرش ان انت اول ما تتخرج من الكليه عشان انت عملت كل الكورسز والاكتيفيتيز دي ان انت 100% هتاخد جوب. هو ربنا سبحانه وتعالى هو مش هيضيع وقتك ومش هيضيع تعبك ومجهودك، هو انت ربنا هيكرمك سونر اور ليتر، ده هيحصل في الشغل اللي انت نفسك فيه او حاجه تانية احسن منها، لكن انت ما تفتكرش ان ده 100% هيوديك للي انت عايزه. وفي نفس الوقت ما تقولش طب ما هو ده تعب وعمل ما وصلش يبقى انا ما اعملش اي حاجه، الموضوع كله بالواسطه. انا بقول لك الكلام ده جاي من اكسبيرينس حصلت معايا انا شخصيا واخدتها من غير واسطه، وحصلت مع ناس كتير جدا جدا من اصحابي اخدوا في اماكن زيي واحسن مني ب1000 مره. فخليني اقول لك كده ايه اللي حصل معايا اول ما اتخرجت. كنت ريدي ومعايا السي في بتاعي مجهز كل الاكتيفيتيز اللي انا كنت عاملها، عامل سي في حاطط فيها الكورسات بتاعتي في صفحتين زي ما قلت لكم، وعامل اكتيفيتيز كلها ومش بحكي كلام، يعني مش بقول لهم انا واحد امبيشن فلكسبل انرجي درايفر، عندي باشنت وركر فلكسبل، ما احطش الكلام ده، بكتب كورسز وبكتب فاكتس واكتيفيتيز انا اوريدي عاملها وديليفربلز واتشيفمنتس موجوده. طيب جيت اقدم، اول ما خرجت من الكليه لقيت ان 3/4 الشركات مش معبراني. انا فاكر كويس جدا جدا الوقت اخد اول شهرين 3 كانت موست ستريسفول بالنسبه لي عشان الاقي الجوب اللي انا كان نفسي فيها. طب ده اخد وقت ليه؟ وده الدرس الثاني. اول درس، ما تتغرش في نفسك، يعني انت افتكر ان انت هتسعى تاني بعد الكليه وهتتعب، ولما تاخد اقلام كتير قوي انك بتدور على جوب ده مش نهايه العالم. وموضوع الواسطه او مش الواسطه ده في الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك حد من عباده ان هو هيدخلك في الجوب دي لو انت سعيت وعملت اللي عليك. وانا اقول لك حاجات كتير قوي انا جربت اعمل فيها واسطه وفشلت تماما، وربنا كرمني لان كنت بتعب وبعمل اللي عليا فيها، وقبل دوت لان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي الرزق ده. طب نتكلم مع بعض كده خطوه بخطوه ايه اللي حصل بعد الدرس الاولاني. ما تتغرش في نفسك وما تاخدش قلم، يعني ايه؟ خليك متواضع، خليك عارف ان انت اللي هتشتغل معاه ده هو لسه مش عارفك ومش عارف شخصيتك شكلها ازاي ومش عارف ايه اللي انت ممكن تعمله وما جربكش وما شافش الاكسبيرينس اللي عندك، فده طبيعي جدا وما فيهاش اي مشكله. رقم 2، الخطوه الثانيه اللي كانت مهمه قوي انك تجهز الليسته بتاعتك. ففي اي جوب هانتنج استراتيجي انت عايز تشتغل في شركات الادويه او في مجال تاني، رقم 1 انت شوف انت عايز تعمل ايه. لو مش عارف انت عايز تعمل ايه بالظبط، زي الماركتير كده اللي بيرمي اسهم وبيرمي كور كتير قوي في الحيطه وهو مش عارف انهي واحده هتيجي، فاللي تتخبط في وشك تقول هي دي حلوه هشتغل بيها. طبعا الكلام ده في المشمش، انت لازم تكون عارف انت عايز ايه، فلازم تجهز الليسته
الليسته بتاعتك من الشركات اللي انت عايز توصل لها. هتقول لي والله انا نفسي في اي حاجه، نفسي في مالتي ناشونال. ما هو انت ممكن، ما ربنا بيقول لك اسعى واعمل عليك، فجزء انك تعمل عليك دوت انك تعمل لسته على اكسل شيت تكون مجهزه. انا دي الشركات المالتي ناشونال اللي انا عايز اشتغل فيها، تليست ال 20 مالتي ناشونال كومبانيز، التوب لوكال كومبانيز، تليست 10 15 شركه، تكتب كل الليسته دي، تبدا تبدا بقى النكست ستيب بعد ما جهزت الليسته بتاعتك. انا هعمل الجوب هانتنج استراتيجي بتاعتي ازاي هقدر اسعى ان الاقي الوظيفه اللي انا بدور عليها دي. جهزت الليسته بتاعتك في اكسل، كتبت اسماء الشركات كلها، الف مبروك، 100 100 كويس جدا. هنيجي بقى على 3 ابروتشز انك تقدر تستخدمها عشان تلاقي في جوب هانتنج استراتيجي. اول ابروتش انك هتروح اوف لاين، هتروح للشركات الادويه دي كل شهر، هتروح سايب السي في بتاعك هناك. هتقول لي والله احنا في عصر الديجيتال تكنولوجي والاي اي والشات بوتس والشات جي بي تي، انا عارف الكلام ده كله بس انا بقول لك